الحارس الصغير. في يوم من الأيام أحضر صاحب المزرعة كلبا صغيرا، ونادى على طيور المزرعة وحيواناتها: أحضرت لكم ضيفا جديدا. ونظر الجميع فلم يجدوا إلا كلبا صغيرا صوته ضعيف. وقال الكلب الكبير: أين سينام هذا؟ وماذا سيأكل؟ فقال صاحب المزرعة: الصغير مثلك تماما أيها الكلب الكبير، والصغير غدا سيكبر. جمع الكلب الكبير الحيوانات والطيور الموجودة في المزرعة، وأخذوا يضحكون على الكلب الصغير ويسخرون منه ويقولون له: لو كنت كلبا حقا أسمعنا صوتك. فينبح الكلب الصغير، ولكن صوته كان ضعيفا، فهو لا يزال صغيرا. فقالوا له: هذه صوصوة مثل صوصوة الكتاكيت. وأخذوا يضحكون عليه جميعا ويسخرون منه. ذهب الكلب الصغير ليشرب اللبن، فمنعه الكلب الكبير، وذهب لينام فمنعه أيضا، وقال له: اذهب ونم خارج المزرعة حتى تكبر وتنبح مثل الكلاب الكبار. ذهب الصغير وهو جائع لينام خارج المزرعة، ولكن أين سينام في هذا البرد؟ وأخيرا وجد برميلا كبيرا فدخل فيه. قبل أن ينام الصغير سمع صوت الذئب وهو يقترب من المزرعة ويقول للثعلب: هيا ندخل المزرعة الآن، أنت تأكل البط والدجاجة، وأنا آكل البقر والخروف، والجميع نائمون لا يرون أي شيء. سمعهما الكلب الصغير، ولم يسمعهما الكلب الكبير الذي أغلق الباب عليه ونام. فقال الصغير: ماذا أفعل؟ هل أسكت بعد أن طردوني؟ لا، لن أسكت، لابد أن أفعل شيئا، ولا أقابل الإساءة بمثلها. أخذ الصغير ينبح وينبح، وصوته يرتفع ويرتفع، لأن هدوء الليل ينشر الصوت الضعيف، والبراميل أيضا تساعد على هذا وتكبر الصوت بشكل كبير، فسمعه كل من في المزرعة. استيقظت الحيوانات والطيور ورأوا الذئب والثعلب يهربان، فعلموا جميعا أن الكلب الكبير خذلهم والصغير هو الذي أنقذهم، فشكروه وأعطوه اللبن والصوف، وقالوا له: صغير أو كبير، المهم تفيد الآخرين، وليس منا من لم يرحم صغيرنا. إلى اللقاء يا أصدقائي، مع تحيات مكتبة الطفل.